على غير العاده قبليها ب3 ايام قبل ماتش يوم الاحد، وماتش الزمالك كان يوم الاربع. فانتقدت حازم وجبت كلامه قبليها، وشفت ان ده ضد مصلحه الزمالك. اما عضو في الجهاز الفني اللعيبه تشوفه في استوديو تحليلي في قطر بيحلل دوري ايطالي اللي هو ميلان ودوري ايطالي، فده ممكن يكون غلط ضد نادي الزمالك. ممكن دي مصلحه حازم امام ان هو لازم يسافر. هو استأذن من المستشار مرتضى منصور رغم ان هو نفسه قال ان انا مش هعمل كده. حازم امام زعل ان انا جبت الفيديو، وزعل ان انا انتقدته، وبعض الناس كتيره جدا انتقدوني وشايفيني ضد حازم، رغم ان انا دايما شايف ان مصلحه الزمالك نمره واحد، وان ما ينفعش واحد يكون ليه دور فني يوم الاربع. وفعلا حازم امام يعني يوم الاحد كان في التحليل، يوم الاربع كان هو اللي بيواقف على الخط، لان ميدو كان في المدرجات وهو اللي بيوجه اللعيبه، واللعيبه لسه شايفين يوم الاحد في التحليل. حازم زعل جامد جدا، وعرفت بعد كده انه زعل. انا بقول له حازم ما تزعلش مني، وانا اسف لو كنت ضايقتك، وانت صاحبي وصديقي غصب عنك، وانا مش عايزك تزعل ابدا. والعشره والصداقه حازم تحتم عليا ان انا اقول لك ان انت كنت غلطان في الحته ديت. وانت بتقول للناس كان لازم يكلمني. انا كلمت حازم كتير جدا عشان انتوا عارفين من زمان جدا جدا هو عامل خاصيه ما بتجيله الارقام ما بيرجعش يتكلم تاني. لكن في النهايه كلمته، وكلمناه هنا في الاستوديو اكتر من مره، عشان الناس بتلومني طب ما تسال حازم الاول، طب ما تكلمه الاول. لا، كلمته كتير جدا. وتواصلت النهارده معاه عن طريق الواتساب او عن طريق الرسائل، اتمنيت لحازم كل خير، وهو ايضا اتمنى لي كل خير. اعتقد ان ممكن تكون في زعله بسيطه ان شاء الله تعدي على خير. وحازم زي ما قلت لكم يعني اخويا الصغير، حازم اخويا الصغير، وحازم عشره عمر، وحازم والده الله يرحمه كابتن حماده امام ليه فضل كبير عليا جدا جدا. ولن انسى مباراه مولوديه الجزائر اللي زعها لي كابتن حماده امام، وكان احد اسباب وجودي وشهرتي. فمره واثنين وثلاثه بقول لك يا حازم انا اسف، ما تزعلش مني. لو انت حسيت بجد ان انا اخطأت في حقك، فانا بقول لك انا اسف.